شربتوا القهوة بتاعتكم النهاردة؟ استنوا بس هنعمل حاجة حلوة سريعة ونشرب القهوة سوا. هنعمل النهاردة حاجة حلوة سريعة في دقايق. هنعمل ابل باي او فطيرة التفاح. هنعملها بعجينة الباف بيستري. هتاخد دقايق. نحطها في الفرن، حاجة سريعة، وبعد كده نشرب القهوة سوا. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. هنستخدم اول حاجة عجينة الباف بيستري، اي نوع انتوا تحبوه، وهنستخدم عسل، وهنستخدم سينامون او قرفة للناس اللي بتحبها. ممكن لو مش بتحبوها ما تحطهاش. تعالوا نبدأ الوصفة يلا بسرعة. كنت هنسى اقول لكم اهم مكون وهو التفاح. اي تفاح هنقطعه سلايسز رفيعة وبس كده. اول حاجة كده في الصينية اللي هندخلها الفرن هحط عسل زي ما انا بحط بالظبط كده، اقل من حجم الباف بيستري بشوية. وبعدين هحط معلقة صغيرة سكر بني كده في كل واحدة. وبعدين بقى بصوا التفاح متقطع سلايسز رفيعة، هحطه بنفس الطريقة اللي انا بحط بيها دي، برضو اصغر من حجم الباف بيستري بشوية. وبعدين هنحط عسل تاني. وبعدين المفروض ان الابل باي بيتحط فيها قرفة، نحط كده شوية قرفة صغيرين في كل واحدة، بس لو مش بتحبوا طعم القرفة ممكن تسكيب الخطوة دي خالص. بعدين بقى هنحط عجينة الباف بيستري وهنعملها كده بالشوكة من الجناب زي ما انا بعمل بالظبط. بعدين انتوا ممكن تدهنوها صفار بيض، بس انا ما بحبش خالص احط على المخبوزات بيض، فبدهن لبن. وبعدين هدخلها الفرن لغاية ما تتكرمل من تحت وتاخد لون من فوق. طبعا كل فرن غير التاني، فاول ما تتكرمل وتطرى وتاخد لون من فوق كده جاهزة. بصوا هي دلوقتي طلعتها من الفرن، خطيرة. وبصوا السكر اتكرمل، باخده كده واحطه فوق الوش. خلاص هي كده كانت جاهزة، نقدر بقى نعمل القهوة بتاعتنا. وكده عملنا حاجة حلوة سريعة جدا جنب القهوة. عملناها في دقايق، حلوة جدا، أسرع أبل باي ممكن تعملوها. حلوة قوي، لازم تجربوها، تجنن بجد. دلوقتي بقى نقدر نشرب القهوة. الابل باي بأسرع طريقة جنب فنجان القهوة بتاعنا. جربوها هتحبوها. باي باي.